السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود صقر. النهاردة إن شاء الله بنكمل مع بعض وبنعمل في الشوت البسيط ده اللي قدامنا. يعني يبان لك إن هو بيتعمل بسرعة، ولكن هو فيه تفاصيل كتير بتبراكتس عليه، بتدرب نفسك، بتشوف حاجات جديدة، بتشوف تولز جديدة. فحاول إنك تطبق معايا، ما تتفرجش كده على الفيديو خلاص. حاول تطبق معايا عشان تقدر تنفذ مشاريع لنفسك انت، مع نفسك يعني. طيب احنا كده وصلنا لحد فين؟ وصلنا لحد ان احنا عملنا الجزء اللي تحت ده. يعني ما عملناهوش بالظبط زي ما موجود في الصورة، ولكن احنا لينا رؤيتنا طبعا. طيب من هنا كده انا عايز مثلا اعمل ايه؟ عايز طبعا انا ممكن اعمل الشباك، ولكن خلي الشباك دلوقتي، مش محتاج ان انا اعمله دلوقتي. محتاج الجزء اللي فوق ده، الجزء اللي قدام ده خلاص. انا محتاج دلوقتي اعمل عجباني قوي شكل الطوب ده، عاجبني جدا بصراحة شكل الطوب. فانا ممكن مثلا رايت كليك مع الشيفت هنا كده، شيفت ايه، وانزل هنا كيوب بالشكل ده، وهخش على التوب كده وابدا اسكيل ده كده، وجي وابدا اعمله بالشكل ده كده. بص كده بقت عامله معايا ازاي، بقت عامله معايا بالشكل ده. وسكيل واعمل كده بقى الشكل عامل كده. فعجبني جدا بصراحه. بس انا ممكن ايه يعني احركه شويه هنا كده، بحيث ان يبقى البعد واحد. تمام، شكله كويس جدا. ولكن انا حاسس كده ان هو ممكن ما يظبطش زي ما انا عايز. فانا ممكن اعمل حاجه حلوه قوي. ممكن هعمل له ايزوليت، هشوفه هو لوحده. بدوس على زرار السلاش اللي جنب الشيفت كده، انا عملت له ايزوليت. هدخل على الايديت مود، واقوم جاي دايس كنترول ار واعمل كات هنا كده. تمام، الكات ديت على بعد قد ايه؟ بوينت 8 5 9 اعتقد، ده كويس. فانا هكتب الرقم بقى مظبوط، فخليني بوينت 8 5 بالشكل ده. اوكي، واقوم جاي عامل كنترول ار واحده هنا كده. تمام، سالب 8 5. اوكي، بالشكل ده. ليه انا عملت كده؟ عشان هقطع الباقي ده. اخش من على الفيس مود واسلكت شيفت واعمل سيلكت كده، وهقول له هنا ادوس على الاكس واقول له ديليت فيسز. تمام، ممكن اقول له ديليت فيسز، وممكن اريح دماغي خالص واقوم جاي رايح من على البوينت دي والبوينت دي، واقوم جاي قايل له هنا ديليت فيرتيسز. ففي ساعتها على طول قوم جاي قافل الكلام ده. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ همسك النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي والنقطه دي كده، واقوم جاي دايس على حرف الاف. نفس الكلام برضو، هاخد النقطه دي مع دي ودي مع دي، ادوس على حرف الاف، قفلهم لي. طيب انا عملت كده ليه؟ عشان لما هدوس على السلاش دلوقتي، بص انا عملت ايه. انا عملت كده. هتقول لي طب يا محمود والله انت ما عملتش حاجه من عندك، ما هو دي كانت النتيجه اللي كانت موجوده اصلا. هقول لك على حاجه. انا هطلع من هنا كده وابدا اخد شيفت زي بالشكل ده، وممكن اطلع من على التوب كده. بس انا عايز اخليه بس ايه، يطلع يتحرك معايا مظبوط بالشكل ده. جي، حرك كده. تمام كده، انا بالظبط عاملها مظبوط صح كده. اللي انا عملته دلوقتي هيريحني في حاجه حلوه قوي. اولا انا هقول له دلوقتي من على الايديت مود، من على الايديت مود سيلكت اول. تمام، واقوم جاي قايل له شيفت دي واتحرك. طبعا هيتحرك معايا. هقوم جاي دايس على الاكس بس عشان يطلع خلاص. وهعمل مثلا كده. بعد كده شيفت ار، شيفت ار وابدا اعمل كده. خلاص، شيفت ار تاني كده. انا تمام خلاص زي الفل. ادي له واحده كمان كده، بيعمل دبليكيت. طب اللي انا عملته ايه دلوقتي؟ اللي انا عملته ان انا عملتهم كلهم. طب انا عايز اعمل بقى ايه، شويه فاريشن. فهمسكهم واحده واحده. اخش على الفيس مود. تمام، ده مع ده مع ده مع ده. اخترت حاجه تانية، اخترت حاجه تانية. كنترول زد كده. ممكن برضو اعمل له ايزوليت عشان اعرف اشتغل.
كده. شايف دول كده الف. تمام. او خليني بس زي ما انا كده اقول له جي واي وابدا ارجعهم لورا. رجعتهم قد ايه بقى؟ لازم تعرف القيمه هتلاقيها فوق على الشمال. طبعا مش هقدر اشاور بالماوس عشان بص الماوس فين؟ الماوس هنا فوق، هتلاقيها فوق على الشمال. هنا مكتوب لي 2، مكتوب لي بوينت 26. فانا هقول له مثلا بوينت 25 او اوكي ماشي. اقول له مثلا كنترول زد. ماشي. هقول له كنترول زد. هقول له جي اكس. طبعا هي كانت بالماينس فانا ما خدتش بالي. تمام. جي واي. تمام. هي كانت بالماينس وما خدتش بالي. هقول له ماينس بوينت 25. انتر. تمام. ليه بقى؟ عشان دي هحركها نفس الحركه عشان يبقوا موجودين مظبوطين مع بعض. فاخد الفيس ده مع ده مع ده. طبعا هتقول لي في طرق اسهل من كده. هقول لك بس انا بدربك على ان انت تستخدم الحاجات الحاجات الاساسيه اللي احنا اتعلمناها. بدربك عليها اكتر من مره. طبعا انا هتحرك دلوقتي على محور الاكس. فاقول له هنا بوينت 25 بالشكل ده. وهشيل الايزوليت، زرار اللي هو الماينس بالشكل ده كده. انا عملت الشكل اللي انا كنت عايزه. اطلع بقى من الايديت مود. والله شكل طوب جميل جدا. تمام. ممكن اخش من هنا كده واقول له سيلكت اول. تمام. بس اول ايدجز، سيلكت اول ايدجز بالشكل ده كده. وممكن مثلا احاول كده ان انا اديله بيفل بسيط. تمام. كنترول بي. يعني حاجه كده مثلا. اطلع من ايديت مود. والله شكل التوب كويس. كليك يمين هقول له اوتو سموث. شكله مظبوط معايا وكويس جدا. تمام. طيب واروح اسحب ده. اقول له هنا شيفت دي عشان اريح دماغي واودي الناحيه دي كده. اوكي. هاخد البوزيشن بتاع ده. البوزيشن بتاعه على الاكس كام؟ 9. اخده كوبي. اروح هنا كده احطه. اكتب ماينس واكتب بيست يبقى بالشكل ده. واقول له روتيشن على الاكس 180. اوكي. هو عشان عمله على ال 3 دي كورسر فانا هقول له هنا على الباوندري بوكس. اوكي. هقول له هنا روتيشن زد 180. مش 180 مش مشاكل. اوكي. روتيشن 90. روتيشن زد 90. اوكي بالشكل ده. تمام. يعني هو بس بتقابلك شويه مشاكل. الله اعلم يعني معرفش ليه. بس هو طبيعي ان هو 90 هيلف الناحيه التانيه على طول. يعني هيفليب ويروح الناحيه التانيه لان هنا 90 180 270 360. طبيعي ان هو يعمل معايا كده. ولكن معرفش ليه ما عملش الحركه دي. بس اوكي مفيش مشاكل. شيفت دي على محور الواي. اجيبهم بقى هنا كده. ودول ممكن اعملهم عادي يعني بنفسي مش مشكله. روتيشن زد 180 هنا. واطلع من على التوب. وعادي جدا بقى بالجراب. ممكن اجيبهم بالجراب عادي جدا. جي واي واجيبهم كده. مش لازم بالظبط قوي يعني. ده كده كده ورا مش هيفرق معانا. مش هيبان قوي. الله اعلم يطلع اصلا في السين ولا ما يطلعش. ولكن هو انا عجبني شكله فحبيت ان انا اضيفه. طبعا هدوس كنترول اس هنا. حاسس ان المحاضره طولت شويه في الحته دي. ولكن عجبتني التفصيله. شويه التفاصيل الصغيره دي ممكن تفرق معاك في الديزاين. فحاول ان انت تعملها. وحاول ان انت يكون في يعني هيكون في كونتراست. طبعا هنا بص اللون الازرق. فطبعا لما هنا كان في ابيض ففرق جدا. الابيض هنا من اللون الازرق فرق جدا. فحاول انك تعتمد على الحاجات دي في شغلك. الديزاين والله حلو. انا عاجبني جدا بصراحه. احنا ما عملناش اي ابداع. احنا جبنا ديزاين عملناه. انا بمرنك بس مش مفيش اي ابداع في الموضوع. طيب انا هقفل الفيديو ده على كده او هنهي الدنيا دلوقتي. وان شاء الله في المحاضرات اللي جايه هنبدا بقى ناخد الجزء اللي فوق. او ممكن برضو نعمل الجزء ده اللي هو الشباك. ممكن نعمل الشباك. ممكن ناخد الجزء اللي فوق على حسب. لو حبينا نعمل الشباك ممكن نعمله سوا.
اشوفكم على خير ان شاء الله الدروس اللي جايه. كان معاكم محمود صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.